ايا كانت النتيجه، فالحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى جبرك انت وابنك او بنتك. بالله عليك خد ابنك او بنتك في حضنك وقول لهم ان انا فخور بيكم جدا جدا. ما تبقاش انت والضغط عليهم. انا عارفه ان انت عانيت مشوار كبير جدا ومصاريف وضغط نفسي وحاجات كتيره جدا، يعني فعلا الواحد ما يعرفش يوصفها حتى بالكلام. بس صدقني لو علمتم الغيب لاخترتم الحاضر. يعني لو انت حتى بس لمجرد ان انت لا قدر الله تخيلت ان ممكن يحصل لابنك او لبنتك اي حاجه، هتقول لا لا لا، في 60 داهية كل حاجة حصلت، والحمد لله ان ولادي حتى سلام وفي حضني. انت حتى مش هتقبل ان انت ممكن لقدر الله بس تتخيل. الشيطان بقى كل شويه يقولك ايه، ده انت صرفت فلوس قد كده، انت برضو تستاهل كل ده، تستاهل ان ابنك يكون كده. لا، وتقعد تقارنه ما بينه وما بين اصحابك وما بين اصحابه وجيرانك وهكذا. اياك والمقارنه. ربنا سبحانه وتعالى بيقدر لكل واحد الحاجه اللي بتكون خير ليه. ادعي له ان ربنا يوفقه بكليه ولا معهد يكون متميز فيهم. معلش يعني ياما بنشوف دكاتره ومهندسين افشل من الفشل ذات نفسه، وبنقول يعني او لا قدر الله بيوصلوا للمكان ده وبيجرى لهم حاجه، فنقول لا الحمد لله. احنا دايما ندعي لاولادنا ان ربنا يجعلهم مميزين في مجالهم. غير حياتك وخليك بسمة حب.